طيب اسد، الفيلم اللي كان عامل لي عقده من اول ما سمعت عنه. كنت في غايه الحماس علشان صناعه، وفي نفس الوقت قلقان لانه من بطوله محمد رمضان. كان عندي نهم من اني اشوف عمل تاريخي كبير، من نوعيه الافلام دي بقت نادره الصنع عموما في العالم كله مش في مصر بس. في نفس الوقت قلقان لانه من بطوله محمد رمضان. شفت التريلر بتاعه وشفته كتير قوي، وكل مره كان بيعجبني اكتر، بس في نفس الوقت حسابكم انتوا تكملوا بقى. وعلى الرغم من الاسباب الكتير اللي كانت قلقاني من الفيلم دي، قررت اني ادخله. بصراحه كده الفيلم عظيم يا جماعه. هنتكلم اكتر، بس خليني كالعاده الاول ارحب بيك. انا محمود، ويلا نبدا فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. اسد هو فيلم دراما تاريخي من تاليف واخراج محمد دياب، بطوله محمد رمضان، رزان جمال، كريم قاسم، وكامل الباشا. بتبدا احداثه لما بيتخطف طفل صغير اسود من اهله من احد القرى الافريقيه، وبيتنقل لمصر علشان يباع فيها كعبد. الطفل ده بيباع لاحد تجار العبيد اللي بيطلق عليه اسم اسد. وبتنطلق احداث القصه بعد مرور 20 سنه على واقعه اختطافه، لما بيصدر والي مصر فرمان بمنع العبوديه وتحرير كل العبيد. الفرمان ده بيظل حبر على ورق بس، وبيحارب بالقوه من كل ملاك العبيد في الوقت ده، اللي بيقرروا انهم يرهبوا عبيدهم بشكل بيوصل للقتل البشع في بعض الاوقات لمنعهم من المشي في الاجراءات والاستفاده من الفرمان. في الوقت ده اسد بتنشا بينه وبين بنت الملك بتاعه علاقه حب بتدفعه لانه يحاول يستفاد من القرار ويحصل على حريته، عشان ننطلق معاه في رحله صعبه وقاسيه في مواجهه مجتمع اقوى منه بكتير لمحاوله تنفيذ هدفه. ضروري في بداية كلامي أوضح إن فيلم أسد مش فيلم بيتناول قصة حقيقية ولا بيسرد واقعة حصلت بالفعل، وإنما هو فيلم بيستخدم مجموعة أحداث تاريخية مختلفة ومتفرقة زمنيا ومكانيا، وبيحاول يرسم بيهم حدوته الخاصة. أحداث الفيلم بتدور في القرن ال19 في مصر، وبيستدعي كل السمات الشكلية اللي بتميز الفترة دي، لكن أغلب أحداث القصة لو كان ليها مرجعية تاريخية فعلى حسب اللي قرأته أقرب مرجع تاريخي لقصة الفيلم والشخصية اللي بيحكي عنها هو حاجة اسمها ثورة الزنج، ودي ما حصلتش في مصر اصلا، بل وكمان حصلت في فتره زمنيه اقدم بكتير من الفتره الزمنيه اللي بتدور فيها احداث فيلم اسد. وبالتالي اسد يعتبر فيلم بينتمي لفئه افلام الخيال التاريخي. فكروا فيه على انه حاجه شبه جلاديتر او بريف هارت مثلا، بيستعير بيئه تاريخيه بتفاصيل حقيقيه لكنه بيبني فيها قصته الخاصه. والحقيقه انا مش فاكر اني شفت فيلم مصري بيعمل ده قبل كده، الشيء اللي من اللحظه الاولى ضاف حاله من الاصاله والاختلاف كده على جو الفيلم، بالاضافه لان الفورمات اللي قصه الفيلم اتقدمت فيه ده ساهم في حاله من الجرأه والجديه في التعامل مع حدود القصه، اللي هو كأن محمد دياب مخرج الفيلم بيجرد نفسه من عبء السياق التاريخي عشان يفضل قصته ويتناولها بقدر الجرأه اللي بتتطلبه. وده يمكن السبب الرئيسي اللي خلاني خارج منبهر، انه فيلمنا بياخد من موضوع العبوديه فكره رئيسيه لقصته وبيحدد توجهه كله عليها. ونظرا لقسوه الموضوع ده فالفيلم بيتخلى تماما عن اي تهاون او تجميل في تناوله. هو بيدخل المشاهد في دوامه مستمره من المشاهد الثقيله اللي بتوصل في بعض الاوقات للسوداويه. بيعيشنا ضمن قصه عبد اسود من اول لما بيسرق من اهله، مرورا بكل لحظات الذل والمهانه والتعذيب والحرمان اللي بيتعرض ليها، وصولا للمرحله اللي بيثور فيها منفردا في محاوله للحصول على شكل حياه ادمي. وده بيضمن تجربه مشاهده ثقيله وخانقه ومليانه بالدم والعنف والمشاهد المؤلمه، بالاضافه لتعليقات اجتماعيه مباشره ومناسبه تماما للسياق الزمني والمكاني اللي الاحداث بتدور فيه. احنا شفنا افلام كتير عن العبوديه في هوليوود، بس مناقشه المفهوم ده جوه المجتمع الشرقي كان شيء جديد ومنعش جدا بالنسبه لي، بالاضافه لانه كمان كان فرصه للاطلاع على الجانب ده من ثقافتنا بشكل خلق عندي فضول اخرج من الفيلم وابحث وادور عن مجتمعات العبيد في مصر وازاي كان بيتم التعامل معاهم وايه كان دورهم في شكل المجتمع عموما في الفتره دي. وبكل تاكيد البحث ده كان بسبب نقط الفيلم نفسه هو اللي نورها في دماغي، وده مدخل كويس علشان نتكلم عن السيناريو. قد يكون الخط اللي بيشغل معظم مدة الفيلم هو خط شخصية أسد ورحلته، بس بجانب ده في قصص فرعية كتير وفي اجتهاد واضح لأنها تطلع بأكتر شكل مكتمل ممكن. يعني مش كل العبيد كان عندهم روح الثورة اللي كانت عند بطلنا، بالعكس الفيلم بيرسم صور تانية لفئات كانت راضية بالأسر. شخصيات زي وردة وحنفي مثلا كانوا نماذج مختلفة عن العبيد اللي كونوا رابط مثير جدا للاهتمام مع مفهوم العبودية لدرجة إنهم رفضوا يخرجوا من تحت عبايته. كمان بنشوف صورة ثالثة لشخصية زي دورية اللي مش بس خلقت
ترابط مع كونها اسيره، بل هي كمان اقتنعت ان ده مكانها الطبيعي والوحيد، وبسبب مصالح معينه بتصبح ضلع بشكل او باخر في الحرب ضد بطلنا. بالاضافه لتعقيد رسم شخصيات الملاك ذات نفسهم، اللي كل واحد منهم بيقدم صوره مغايره بتوجهات وايديولوجيات مختلفه عن التاني، حتى وان اجتمعوا على نفس الاهداف والافعال. شخصيه محروس مثلا مختلفه تماما عن شخصيه يكن، كل واحد منهم بيتعامل مع العبيد من منطق مختلف تماما عن التاني. ويمكن دي الشخصيات المهمه في الحكايه، بس غير كده فيلمنا كمان بياخد الموضوع لسكيل اعلى عشان يناقش منظور الطبقات الحاكمه في الوقت ده للموضوع، وبيخلق فايت رائع جدا ما بين والي مصر القاسي وذو الخبره الكبيره في الحكم، وما بين ولي عهده الشاب ذو النظره المنبهره بالتطور الاوروبي وطريقه تعامله مع العبيد في الوقت ده. ولما نحط ده كله على جنب، فاحنا لسه قدام قصه دراميه مؤثره وسهل جدا التفاعل معاها. في مركزها قصه حب لطيفه جدا، وبطل مغلوب على امره بتطور مذهل في شخصيته ووصله لانه يكون لاول مره صاحب قوه بشكل بيضيف مشاعر زي الالهام والحماس على تجربه المشاهده القاتمه اللي بيخلقها محمد دياب. وعجبني قوي انه بيحاول باجتهاد واضح انه يحيد بنفسه عن المشاهد الدراميه المصطنعه اللي بتحاول تقتر مشاعر بالعافيه من المشاهد. هو جدلا بيعمل ده مره او اتنين بس في مواضع مقبوله تماما، بغير كده هو في معظم الوقت بيعتمد على تقل الحدوته اللي بيحكيها في انها تداعب مشاعر المشاهدين، وبيعتمد برضو على تطور الحدوته دي عشان يخلق مشاهد اكشن ما تقلش عنف ولا دمويه عن جو الفيلم نفسه ولا عن تقل الموضوع. اجمل ما في سيناريو الفيلم عموما انه اخذ موضوع تقيل وناقشه بدرجه الجديه والجرأه اللي يستاهلها، وما حاولش في لحظه انه يكون جبان لا في طريقه تناوله للموضوع ده ولا في عرض التعليقات الاجتماعيه الناتجه عنه، وصولا لنضج مش كتير بنشوفه عندنا على مستوى التعامل مع تسلسل نهايه الحدوته دي. طيب جه الوقت عشان اوجه كلامي لعناصر الفيلم التقنيه، واللي ما اعتقدش هتحتاج اكتر من نظره على اعمال مخرج الفيلم السابقه عشان تاخد فكره عن مدى الاتقان اللي انت داخل عليه. تالق تام على مستوى تجسيد الفتره الزمنيه على الشاشه، سواء من ناحيه الديكورات او الازياء اللي فعليا بينقلوك من كرسي السينما للزمن اللي بتدور فيه احداث الفيلم. ده طبعا في حاله ان حظك كان احسن من حظي وحضرت الفيلم في سينما فيها جمهور ذوق ومحترم ومراعي لحدود الادب في الاماكن العامه. anyway نرجع لموضوعنا. التصوير كمان كان من اجمل ما يمكن، في حته الموازنه ما بين تقديم صوره مريحه بتحاكي بهرجه وعظمه الوقت اللي بتدور فيه احداث القصه، وبين محاوله محاكاه معاناه شخصياتنا ومدى قسوه تعامل العالم من حواليهم معاهم. استحضرت كتير من اسلوب محمد دياب في فيلم اشتباك في نقطه استخدام الكاميرا عشان يكون كادرات ضيقه تحبس المشاهد وتحسسه بمعاناه ابطال الفيلم. وضيف لده طبعا موسيقى هشام نزيه الرائعه والحماسيه والمؤثره. الموسيقى المره دي معتمده بشكل كبير على الاصوات البشريه اللي بتزود من تاثير المشاهد الدراميه، وفي نفس الوقت تكوينها لايق جدا على الفتره الزمنيه وبيحسسك بواقعيتها اكتر. نيجي بقى للفقره المنتظره، الاداءات التمثيليه. غالبا انا محتاج اتعلم اني مرميش كلام مطلق بعد كده، محتاج يبقى في شويه حذر لعل وعسى ارجع في كلامي فما يبقاش شكلي وحش. كنت بقول عمري ما هدخل فيلم في حياتي لذا روك في السينما، وانا اول واحد دخلت سماشنج ماشين السنه اللي فاتت ولا فخر. ونفس السيناريو اتكرر بالحرف مع محمد رمضان. والله الراجل اداؤه جميل في الفيلم، دراميا وصل صراعات شخصيته بسلاسه، وعلى مستوى الاكشن كمان قدم اداء جسدي مميز قوي. الحقيقه انا طول الفيلم وانا بفكر هو مين غير محمد رمضان ممكن يعمل الدور ده، وبصراحه ما لقيتش. فعلا هو انسب حد على مستوى البنيه الجسديه والشكل والموهبه لاداء الشخصيه، ولو ده الطريق اللي هيكمل فيه بعد كده اعتقد سهل جدا اغير رايي فيه كممثل على الاقل. كمان عندنا ابداعات تمثيليه من كامل الباشا، وظهوره ساحر وبيسرق الكاميرا كعادته. والاداء المفضل بالنسبه لي كان لكريم قاسم، بيقدم شخصيه معقده جدا وبابعاد وعقد كتير، قدر انه يخليني اكرهه وفي نفس الوقت اتفهم جدا تفاصيل شخصيته. حبيت جدا كمان اداء رزان جمال واجتهادها في تجسيد شخصيتها بتوازن، لانها بصراحه كانت اكتر شخصيه سهله قوي انها تروح لحته الكليشيه او الكرنج، والحمد لله ده ما حصلش. وكمان عندنا اداءات مميزه جدا وخاطفه للعين من اسلام مبارك في دور ورده وايمان يوسف في دور دريه. مشاكل الفيلم بالنسبه لي هي مشاكل صعب حلها شويه بصراحه، يعني انا عانيت ان الفيلم اسرع من اللازم وبيتنقل ما بين فصول احداثه بشويه حده كده، لكن اي شكل تاني القصه كانت هيتحكي بيه كان ممكن ياثر على الايقاع او يساهم في ان مده الفيلم تطول، الحاجه اللي كنت احب انها تحصل جدا بصراحه. بالاضافه لشويه مشاكل على مستوى حوار الفيلم اللي في بعض الاحيان بيظهر في صوره شعارات وممكن يقلب كرينج شويه، بس ده مش في كل الاوقات اكيد. عموما فيلم اسد هو تجربه سينمائيه مشبعه وملحميه ومؤثره، متكامل تماما على مستوى تقنياته الفنيه، وبيعرض قصه جديده وصادمه وبيتناولها بقدر الجرأه المناسب ليها، وحقيقي يستحق المشاهده جدا على شاشه السينما. عشان كده تقييمي للفيلم هو 8.5 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركونا برايكم على الفيلم لو شفتوه. انا محمود وسلام.